من كام يوم كده وفي حفل مهيب وبحضور كوكبه من كبار مراجعي السيارات، قامت شركه جيتور الصينيه باطلاق سيارتها الجديده الجيتور التي 2 والموجهه للاوفرود. ويا ترى بقى التي 2 ديت على الرايق ولا مش على الرايق؟ مبدئيا كده العربيه دي بتنزل بثلاث فئات، فئه ال 1500 تربو ودي بسعر مليون و880 الف جنيه، وفئه ال 2000 تربو ودي بتنزل منطقه حره يعني بالبلدي كده مش تبعنا، والفئه الثالثه واللي هي المجهزه بالاوفرود كامله اللي بيبقى عليها بقى اكسدامات حديد من قدام ومن ورا وعتب حديد وطقم الكشافات من فوق وجيركن المايه الكبير اللي من ورا دوت. ومن الاخر هنعتبر الفئه دي برده مش بتاعتنا، فكلامنا كله هيبقى على الفئه الاولى المتاحه في مصر. مبدئيا كده العربيه فيها شبه كبير جدا من الرينج روفر الديفندر، وفي ناس طلعت قالت ان في تعاون بين الجيتور وبين الرينج روفر على الشكل ده، والكلام دوت خالي تماما من الصحه. الرينج روفر تبع شركه تاتا الهنديه، انما الجيتور تبع شركه شير الصينيه، ومفيش اي تعاون بين الشركتين. مبدئيا كده العربيه بتنزل بموتور 1504 سلندر تربو بيطلع في سكه ال 186 حصان، ومتوصله بفتيس اوتوماتيك 7 نقلات دول كلاتش، وبتنزل قدام بعفشه ماكفيرسون ورا عفشه مالتي لينك، وعليها فرامل اي بي اس واي بي دي وبريك اسيست، وعليها انماط قياده ومساعده السير داخل الحاره وكشف النقطه العاميه. وبتنزل بقى بكوكتيله من الكماليات والاوبشنات، يعني من الاخر كده فيها كل ما تشتهي الانفس. عندك سقف بانوراما وكاميرات 360 و6 ايرباج وكراسي كهرباء، فيها تسخين وتبريد وشاشه 15.6 بوصه، فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي وتحكم طاره كامل وعدادات ديجيتال، وبتنزل بجنود 19. ويا ترى بقى ايه العيوب بتاعت العربيه دي؟ واحد يطلع يقول لي يا باشا هي العربيه لحقت تتباع عشان يظهر لها عيوب؟ اه يا حبيبي، العربيه دي موجوده في الخليج بقى لها اكتر من سنه ونص، وانت عارف ان اخواتنا الخلايجه رقم واحد في العربيات الاوفرود، وحطوا العربيه دي تحت الاستخدام المكثف واكتشفوا فيها شويه عيوب لا وعالجوها كمان. خد بقى يا باشا، عندك العيوب دي زي ايه؟ خراطيم البنزين اللي طالعه من التانك للموتور خراطيم رابر وموجوده ورا الكاوتش الخلفي، فمع السواقه في الرمله وارد ان الخراطيم دي تتقطع. فعالجوا اللقطه دي ازاي؟ انهم حطوا مصفحه عند الخراطيم دي. رقم 2 ارتفاع درجه حراره الموتور والفتيس لدرجه ان الفتيس بيفصل والعربيه ما بتمشيش الا لما الفتيس بيبرد. وعالجوا اللقطه دي ازاي؟ راحوا جايبين مروحتين تبريد زياده حاطينها في وش العربيه زائد المروحه التبريد بتاعت العربيه الاصلي، ودي حلت المشكله بنسبه 90%. رقم 3 ان التكييف بياخد وقت كبير عقبال ما يكيف الكابينه، وده بسبب ان العربيه حجمها من جوه كبير جدا. رقم 4 ودي تبقى مشكله بالنسبه لنا احنا، ان العربيه استهلاك البنزين بتاعها هيبقى عالي. ليه؟ زيها زي جيتور الداشنج اللي ناس كتير بعتها بسبب استهلاك البنزين بتاعها، وهم عالجوا الموضوع دوت انه كبر لك حجم تانك البنزين. حجم تانك البنزين بتاع العربيه بقى 70 لتر، فتخيل كده انت هتروح تفول العربيه 95 اللي هو اللتر ب 17 جنيه، فتحط لها 70 لتر فهتفول العربيه ب 1190 جنيه. فلو ما عندكش مشكله في اللقطه دي فالعربيه بالنسبه لك هتبقى 10 على 10. وعلى فكره يا جدعان، المشاكل اللي فاتت دي كلها في الغالب مش هتظهر عندنا، لان احنا مش هنستخدم العربيه استخدام اوف رود زي بتاع الخليج.